معاك كتاب مقدس؟ معاك كتاب مقدس؟ طبعا الإصحاح الخامس. الإصحاح الخامس من سفر الأخبار. بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد آمين. فلتحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان الدهر آمين. إحنا وصلنا للإصحاح الرابع، يعني خلصنا الإصحاح الرابع وربنا النهارده نبتدي في الإصحاح الخامس. الإصحاح الرابع توقف العمل بناء السور والهيكل بسبب المشاهدات، يعني الأعداء. دايما كل الإنسان ما يجي يبني يبقى فيه معطل عن البناء. وفين هذا العمل متعطل كام سنة؟ 12 سنة. يعني مش فترة صغيرة، متعطل 16 من سنة 536 قبل الميلاد إلى 520 قبل الميلاد. سفر عظم بركاته من الله. وتنبأ النبيان حجاي النبي وزكريا ابن عدو لليهود الذين في يهوذا وأورشليم باسم إله إسرائيل عليهم. حينئذ قام زربابل ابن شألتئيل ويشوع بن يوصدق وشرع ببنيان بيت الله الذي في أورشليم، ومعهما أنبياء الله يساعدونهم. في ذلك الزمان جاء إليهم تتناي والي عبر النهر وشطر بوزناي ورفقاءهما وقالوا له هكذا: من أمركم أن تبنوا هذا البيت وتكملوا هذا السور؟ حينئذ أخبرناهم على هذا المنوال ما هي أسماء الرجال الذين يبنون هذا البناء. وكانت على شيوخ اليهود عين إلههم فلم يوقفوهم حتى وصل الأمر إلى داريوس، وحينئذ جاوبوا برسالة عن هذا. صورة الرسالة التي أرسلها تتناي والي عبر النهر وشطر بوزناي ورفقاءهما الإفريقسين اللذين في عبر النهر إلى داريوس الملك. أرسلوا إليه رسالة وكان مكتوبا فيها هكذا: لداريوس الملك كل سلام، ليكن معلوما لدى الملك أننا ذهبنا إلى بلاد يهوذا إلى بيت الإله العظيم، وإذا به يبنى بحجارة عظيمة ويوضع خشب في الحيطان، وهذا العمل يعمل بسرعة وينجح في أيديهم. حينئذ سألنا أولئك الشيوخ وقلنا لهم هكذا: من أمركم ببناء هذا البيت وتكميل هذه الأسوار؟ وسألناهم أيضا عن أسمائهم لنعلمكم، وكتبنا أسماء الرجال رؤوسهم. بمثل هذا الجواب جاوبوا قائلين: نحن عبيد إله السماء والأرض ونبني هذا البيت الذي بني قبل هذه السنين الكثيرة، وقد بناه ملك عظيم لإسرائيل وأكمله. ولكن بعد أن أسقط آباؤنا إله السماء دفعهم بيد نبوخذ نصر ملك بابل الكلداني الذي هدم هذا البيت وسبى الشعب إلى بابل، على أنه في السنة الأولى لكورش ملك بابل أصدر كورش الملك أمرا ببناء بيت الله هذا، حتى إن آنية بيت الله هذا التي من ذهب وفضة التي أخرجها نبوخذ نصر من الهيكل الذي في أورشليم وأتى بها إلى الهيكل الذي في بابل، أخرجها كورش الملك من الهيكل الذي في بابل، وأعطيت لواحد اسمه ششبصر الذي جعله واليا، وقال له: خذ هذه الآنية واذهب واحملها إلى الهيكل الذي في أورشليم ويبنى بيت الله في مكانه. حينئذ جاء ششبصر هذا ووضع أساس بيت الله الذي في أورشليم، ومن ذلك الوقت إلى الآن يبنى ولم يكمل. والآن إذا حسن عند الملك فليفتش في بيت خزائن الملك الذي هو هناك في بابل، هل كان قد صدر أمر من كورش الملك ببناء بيت الله هذا في أورشليم، وليرسل الملك إلينا مرضاه في ذلك. مجدا للثالوث القدوس. يبقى الله يدبر وجود نبيين اللي هم حجاي وزكريا بن عدو يظهرنا في أثناء الشعب السريع. هم النبيين دول كانوا معاصرين لبعض، ودول اتنبأوا في الفترة دي. دايما ربنا لا يترك نفسه بيشاهد،
وده اللي يخلينا دايما مطمئنين يعني. إذا كان في ناس كده تثير الخوف والرعب وتعطيل العمل، لكن ربنا زي ما يقول كده الكتاب المقدس يقاتل عنكم وأنتم صامتون. العمل لما تعطل لقوا في ناس بقى من الناس اللي رجعوا قالوا أصلي يعني ما جاش الوقت، ما جاش الوقت اللي ربنا عايز، يعني هم بيقولوا كده ما جاش الوقت اللي ربنا عايز يبني فيه البيت. عارفين لو واحد قال له روح تناول يعني لك إن شاء الله اعترف إنك ما جاش الوقت، بالرغم إن ده الاعتراف والتناول ده وقت مقبول في أي وقت يعني. في ناس تعطل بنائها الروحي، وفي ناس تعطل بنائها الجسدي، وفي ناس تعطل بنائها العملي. ما جاش الوقت قالوا، وفي ناس بتفكر قالوا يعني لما ننتظر قرار جديد مش العمل يتوقف. احنا شفنا في الاصحاح الرابع ان المدير والشباب ان العمل يتوقف ويبتدي يحفز او يعني يبكت الناس. زكريا وحجاي اتنين كل واحد ليه طريقه في التعامل. لما كلهم بقى بعض منهم انصرف وبقى كل واحد يبني في بيته يعني ويهتم ببيته، وفي ناس بقى عملت بيتها بقى من يعني اهتمامها حاجه تشطيب خاص كده، حاجه عاليه في التشطيب يعني. فجيت حجاي قال لهم فكانت كلمه الرب على يد حجاي النبي قائلا هذا الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المبشرة وهذا البيت خراب. يعني انتوا دول بقى انكم تهتموا ببيوتكم وتسيبوا بيت ربنا ما تهتموش بيه. وقعد يبكتهم، قال لهم قال لهم قائلا ان تعبهم لن تصاحبه البركه. والكلام ده اللي هيتعب في بيته وسايب بيت ربنا هذا التعب لن تصاحبه البركه. ليه؟ لان البركه ان لم يبنوا بيت الرب، يبقى اللي هيبني بيت ربنا هو اللي هيلاقي البركه وتكون تعبهم بلا صبر. يعني تعب بعيد تعب بيت ربنا تعب بلا صبر. ويقول كده والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس مركوب. عارفين لما يكون في واحد معاه كيس ومفروض الكيس ده يعمل كل اللي فيها يقع على الأرض، مش هيبقى من نصيب يعني. اصعدوا، قال لهم كده اصعدوا إلى الجبل وآتوا بخشب. حجاج قال لهم آتوا بخشب وابنوا البيت فأرضى عليه ويتمجد قال الرب. لو انتوا عملتوا كده ربنا هيبقى راضي عنكم ويتمجد يعني. ده كان اسلوب حجاج في ان هو يوبخهم ويبكتهم ويقول لهم يلا ارجعوا الى بيت ربنا. اسلوب زكريا كان ماشي في سكه ثانيه، يشجع ويعظم ويأكد ان الرب يرفع معه. قال لهم كده وان بيت الرب سيبنى ويتمم. يعني هو عمال يشجعهم ان البيت ده هيتبني، خليكم يلا خدوا يلا خدوا البركه واشتركوا معاهم. وهنا بقى زربابل القائد الوالي على اليهوديه واورشليم من قبل قرش الملك اللي عينه، ويشوع اللي هو رئيس الكهنه بعد السبت
كانوا محتاجين الزقة دي، كان محتاجين حد يزقهم، حد يشجعهم. فالآن كده قال له إيه؟ فالآن تشدد يا زربابل. ده حجاي بيقول له يقول الرب وتشدد يا يهوشع اللي هو مين؟ يشوع بني يهوصداق الكاهن العظيم، وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب واعملوا فإني معكم يقول الرب الجنود. يلا تشددوا وتشجعوا، يلا قوم صلي، يلا قوم اصرخ لإلهك، تخافش، ربنا هيسندك، ربنا يقويك. يجي ده حجاي يقول لك ايه الكلام ده لايه؟ لزربابل ويشوع رئيس الكهنة. يجي زكريا يقول له ايه؟ لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الايه؟ الجنود. يقول كده ويبص كده على ربنا وكده ويقول له من أنت أيها الجبل الايه؟ العظيم. أم زربابل تصير سهلا فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة له. وبعدين يأكد كده إن يقول لزكريا إن يد زربابل قد أسست هذا البيت فيداه تتممانه. يعني بيتنبأ إن البيت ده هيتم على إيديكم، اشتغلوا يلا مع بعض. يبقى في تحذيرات وفي تشجيعات. في تحذيرات لو انت ما اشتغلتش وما عملتش في بيت ربنا مش هتاخد البركة وهتحرم نفسك من البركة. وفي تشجيعات ان ربنا هيستخدمك. فانت زي ما كده ربنا جه لشاول الطرسوسي وربنا دعاه، شاول قال له ايه؟ قال له ماذا تريد يا رب ان ايه؟ ان افعل؟ انت يا رب عايزني اعمل ايه؟ فدايما يا احبائي خليك باصص على ربنا وعمل ربنا. عشان كده تلاقوا مثلا تلاقوا في الصور الشهداء يعني زي الامير ماريجرجس والامير تدرس وابو سيفين وهم راكبين على الحصينه بتاعتهم تلاقيهم وشهم مش باصص لقدام، باصين لربنا، ان ربنا ده هو اللي بيشتغل، ربنا هو اللي بيعمل. وارد يا احبائي في اي لحظه من حياتنا يحصل تكاسل، يحصل فتور، لكن محتاجين من يشجعنا على الايه؟ على ان احنا نشتغل وان احنا نرجع تاني. عشان كده يا بخت اللي يلاقي في سكته حجاي، يا بخت اللي يلاقي في سكته ايه؟ زكريا الكاهن. الناس بقى قالوا له خلاص بقى، جه قعدوا بقى جمع، يعني الناس عطلوهم طلبوا منهم كده، قالوا له مين قال لكم اشتغلوا؟ يعني في الناس لما جت قال لهم كده، قالوا له مين قال لكم اشتغلوا؟ يعني انتوا مين اللي قال لكم اشتغلوا؟ يعني جه واحد اسمه نتناي وده كان والي عبر النهر، جه هو وناس معاه كده قال لهم من أمركم أن تبنوا هذا البيت وتكملوا هذا السور؟ حينئذ أخبرناهم. مين اللي بيقول أخبرناهم بقى؟ مين اللي كاتب سفر عزرا؟ عزرا. يعني معنى كده إن كان عزرا، هو عزرا جه بعد إيه؟ عزرا كان موجود في الوقت ده، مع عزرا جيب الفوج الثاني، زربابل جيب الفوج الأولاني. واضح إن عزرا كان موجود يعني، بس جايز يكون جه ورجع تاني يعني. يقول كده حينئذ أخبرناهم على هذا المنوال. يعني هذا المنوال، يعني المنوال كلمة يعني سألوهم يعني. ما هي أسماء الرجال الذين يبنون هذا البيت؟ وكانت على شيوخ اليهود عين إلههم فلم يوقفوهم حتى وصل الأمر إلى داريوس. بسبب التشجيع هم استمروا في الإيه؟
البناء محدش ما وقفوش، برضه استمر لغاية كده ما جت رسالة من نتناي والي عبر الرهم والي عبر النهر ده، وجه بنفسه بقى نتناي ده عشان يبص الوضع ده، فلقى ايه كده؟ لقى الوضع ان في ناس بتبني الايه؟ بتبني وناس بتشتغل. فكتب رسالة. الرسالة دي قال ايه فيها؟ قال لداريوس الملك كل سلام. ودايما الرسالة دي يعني البداية دي في مقدمة كل الرسائل، يعني كل الناس أي حد بيبعت رسالة تبتدي بسلام. حتى لما تبعت رسالة على الواتس ولا حاجة دي بتقول له إيه؟ بتقول سلام لأول واحد لما بتبتدي الكلام. ليكن معلوما لدى الملك إننا ذهبنا، ده بيأكد إن هو راح بنفسه، ذهبنا إلى بلاد يهوذا إلى بيت الإله العظيم. هو نتناي ده كان إيه؟ نتناي ده كان على فكرة كان وثني وبيعبد آلهة متعددة من وثنين. لكن شوف يقول إيه؟ ليكن معلوما لدى الملك إننا ذهبنا إلى بلاد يهوذا إلى بيت الإله العظيم. بيتكلم على مين؟ على ربنا، إن هو الإله الإيه؟ العظيم. وإذ به يبنى بحجارة عظيمة ويوضع خشب في الحيطان. الحجارة دي ما كانتش عظيمة، دي الحصانة دي، الحجارة دي اللي كانت باقي الأنقاض بتاع الهيكل الإيه؟ اللي قال عليه عذرا خراب أو حجاي خراب يعني. وهذا العمل يعمل بسرعة وينجح في يدهم، يعني الناس دي عاملة بنشاط. حينئذ سألنا أولئك الشيوخ وقلنا لهم هكذا: من أمركم ببناء هذا البيت وتكميل هذه الأسوار؟ وسألناهم أيضا عن أسمائهم لنعلمك، وكتبنا أسماء الرجال ورؤوسهم. وبمثل هذا الجواب جاوبوا قائلا: نحن. برضو الناس عندها إيه؟ عندها الإيمان وعندها الشجاعة. لما حد يسألك أنت مسيحي ولا لا، تقول له إيه؟ أنا مسيحي، تقولها بكل قوة تفتخر. هنا قالوا له إيه؟ نحن عبيد إله السماء والأرض ونبني هذا البيت الذي بني قبل هذه السنين بكثيرة. بيكلموه عن إيه بقى؟ لما جه كان سليمان بيبني الإيه؟ لما بنى الهيكل. سليمان بنى الهيكل سنة 1000 قبل الميلاد، والأحداث اللي بنتكلم فيها دلوقتي سنة 500 قبل الميلاد. يعني الفرق كم سنة؟ 500 سنة. وقد بناه ملك عظيم لإسرائيل. من هو الملك العظيم؟ سليمان. يعني شوف الراجل بيكتب رسالة اللي هو نتناي ده، بيكتبها بإيه؟ بدقة يعني. وأكملهم. وبعدين بقى ابتدي بقى يقول إيه؟ دايما الإنسان اللي عايز يحل مشكلة يعترف بالخطأ بتاعه. قال: ولكن بعد أن أسخط آباؤنا إله السماء دفعهم لنبوخذ نصر. أصلي آبائنا سابوا ربنا، وبسبب تركهم لربنا ربنا دفعهم لمين؟ للشيطان، لنبوخذ نصر ملك الكلدانيين الذي هدم هذا الايه؟ هذا البيت. وسبق الشعب الى ايه؟ بابل. وبعدين يقول له، يكتب بدقة: على انه في السنة الاولى لكورش ملك بابل اصدر كورش الملك امرا ببناء هذا بيت الله. لكن ما ذكرهوش او ما ذكرش في الجواب او في الخطاب او في المذكرة دي ان في ناس بعتت وشيات والملوك هم اللي وقفوا الايه؟ البناء. ما ذكرش الكلام ده. ده دليل ان الراجل ده كان عايز ايه؟ عايز يساعدهم ان هم يكملوا الايه؟ البناء. زي ما قلنا الله لا يترك نفسه بلا ايه؟ بلا شاهد. يستخدم الناس. واتى بها الى الهيكل. وبعد كورش امر بناء بيت الله هذا، حتى ان آنية بيت الله هذا
عايز يثبت له إثبات إن آنية بيت الله هذا التي من ذهب وفضة التي أخرجها نبوخذ نصر من الهيكل التي في أورشليم وأتى بها إلى الهيكل. ما كان نبوخذ نصر واخد الإيه؟ الآنية. أخرجها كورش الملك من الهيكل الذي في بابل وأعطيت لواحد اسمه ششبصر الذي جعله واليا، وقال له خذ هذه الآنية واذهب واحملها إلى الإيه؟ إلى الهيكل الذي في أورشليم وليبنى بيت الله في مكانه. يبقى هذا الوالي بيؤكد إن في قرار صدر من هذا إيه؟ من الملك ببناء بيت إيه؟ الله. والناس دول مش غلطانين، دول بإيه؟ بيشتغلوا وبيبنوا في بيت إيه؟ ابن الله، بيت الله. ومن ذلك الوقت إلى الآن يبنى ولم يكتمل. يعني هم ما قالوش إن إيه؟ إن هو توقف، إن البيت إيه؟ العمل مستمر. والآن إذا حثن عند الملك فليفتش في بيت خزائن الملك الذي هناك في بابل هل كان قد صدر أمرا من كورش الملك ببناء بيت الله هذا في أورشليم، وليرسل الملك إلينا مراده في ذلك. الراجل ده نيته حلوة قوي، يعني ما قالهوش فتش وشوف الرسائل اللي اتبعتت قبل كده اللي هي بسببها اتوقف البناء، لكن قال له السبب، قال له فتش على القرار اللي صدر بالإيه؟ بالبناء. وده يدل إن هذا الإنسان إنسان محب. يبقى قد يظهر في حياتك وانت في ضيقة أو في تعب، يظهر واحد ينصفك ما كنتش تتوقع غيره إن واحد زي ده ينصحك. يبقى احنا نراجع كده اللي احنا قلناه: حدث تراخي وكسل، ولم يعد للشعب عندهم ايه؟ حماس، وانشغلوا فين؟ في بيوتهم الخاصة. والأغنياء عملوا ايه؟ بقى يعملوا ايه؟ اهتمام خاص بايه؟ بيوتهم. حدث ضعف روحي، أرسل ليهم مين؟ ربنا. 2 يفوقوهم، 2 ينقذوهم، حجاي وزكريا. قلنا حجاي يحذر وزكريا يعمل ايه؟ يشجع. الشعب تجاوب مع التحذيرات والتجاوب بقيادة زربابل ويشوع. برضو عدو الخير ما يسكتش، ناس تبعت ايه؟ شكاوى. الشكاوى توصل لمين؟ لواحد اسمه نتناي من الشعوب المحيطة ان اليهود بيبنوا هيكل بدون تصريح. عارفين حكاية التصريح دي؟ بيبنوا كنيسة بغير تصريح، بيفتحوا مش عارف ايه من غير ايه؟ تصريح. دايما عدو الخير يبقى موجود. سأل هذا الوالي مين اللي بيعمل البناء ده؟ قالوا فقدم زربابل بشجاعة وكتب اسمه وأسماء رؤوس العمل. ربنا ادى نعمة لما انت تكون عندك نيتك كويسة وتدي وتبقى شجاع، ربنا يديك نعمة. ادى نعمة لمين؟ لنتناي. ولم يوقف العمل ولكنه أخبرهم إن هو إيه؟ العمل إيه؟ يستمر، ولكن إن هو هيبعت رسالة للإيه؟ للملك داريس. قلنا الرسالة دي ادى فيها السلام كعادة الخطابات، يعني أخبر إن هو راح بنفسه. وشيء جميل إن الواحد، الكتاب يعلمنا حاجة مهمة جدا عشان ما نقعش في خطية. يقول لا تحكموا لا حسب الايه؟ الظاهر، بل احكموا حكما ايه؟ عادلا. لما حد يبلغك حاجة ضد حد، شوف بعينيك، شوف بعينيك ودانك، ما تسمعش بس بودانك بس، لازم عينيك دي تشوف ودانك تسمع، الاتنين مع بعض. عشان في آية صعبة: ويل للقائلين على الخير ايه؟ شر، أو الشر ايه؟ خير. هذا الإنسان من حلاوته
قلبه ونيته كويسة اللي هو نتناي ده، وصف الهيكل إن هو إيه؟ هيكل إيه؟ عظيم. بالرغم إن هو إيه؟ زي ما قلنا إن هو إنسان إيه؟ وثني. مجد في البناء وقال دي بناء حجارة عظيمة. أعلن إن الملك إن العمل شيء يمشي ماشي بإيه؟ بنجاح. أخبر إن شيوخ إسرائيل دول أو شيوخ اليهود دول إن هم بيعبدوا الإله الإيه؟ الإله العظيم، إله السماء والإيه؟ والأرض. يعني شيوخ بني إسرائيل اعترفوا إن هم أخطأوا في حق مين؟ في حق ربنا وأغضبوه. وعشان هم أخطأوا في حق ربنا وأغضبوه، ربنا سمح لنبوخذ نصر أن يهدم هذا البيت وياخدهم إيه؟ أسرى في المملكة البابلية. ده لما واحد يحكي بالطريقة دي، هذا يعني زربابل لما يحكي بكده أو اليهود يحكوا بكده، هنا في اتضاع وفي توبة وفي إقرار من شعب الله إن هم إيه؟ أخطأوا. ذكر حقيقة هامة مهم جدا لما أنت تبقى شاهد على حد، قول الحاجات الإيجابية اللي فيه اللي أنت شفتها. مهم جدا تبقى إيجابي. قالوا كورش الملك اللي هو أول ملك فارس في بداية ملكه هو اللي أصدر أمر ببناء هذا الإيه؟ الهيكل. وأمر الملوك لإيه؟ المفروض أوامر الملوك لإيه؟ لا ترد. يعني الراجل ده بيحاول يساعدهم إن هم إيه؟ يبنوا. دايما لما تيجي تبني مع حد أو تساعده على عمل الخير، قول كلام إيه؟ قول كلام بناء. الكلام البناء مهم جدا، اللي هو يبني ويساعد. قال له على فكرة الآنية عايز أديك أمارة تقول إني كورش ده كان موافق على البناء واداهم أمر، اداهم الآنية اللي خدها نبوخذ إيه؟ نصر. وكمان عين واحد اسمه ششبصر اللي هو إيه؟ زربابل وليا على إسرائيل. وقال له كده أنا بطلب منك طلب. يعني هذا الرجل عمال ينصف في مين؟ في هذا الشعب وينصف في شعب اليهود. قال له دور في خزائن الملك هتلاقي في أمر مكتوب بكورش الملك. ولكن ما قالش هذا الإنسان الحاجات السلبية اللي تعطل البناء. دايما يا أحبائي لما تساعد حد يبني، ساعده إنك تقول الإيجابي دايما باستمرار. اوعى تقول السلبي، لأن السلبي دايما يساعد على التراجع والتكاسل والإحباط. اللي نطلع بيه من هذا الإصحاح إن نعمة ربنا بتسند دايما. ما تقلقش، ما تخافش. طالما أنت ماشي وبتبني يبقى أنت ماشي صح. اطلب نعمة ربنا، قول له يا رب اسندني، قول له يا رب قويني. وارد يحصل كسل وتراخي، ما تقلقش، ما تستسلمش للضعف. قول له يا رب اسندني واطلب معونة ربنا. زي ما بيعلمونا كده، مهما حصل لي اعمل ايه؟ هصلي. في احيانا في واحد يقول لك اصل انا حصلت مشكله، انا بطلت اصلي وبطلت كذا وبطلت اقرا في الانجيل وبطلت اصوم وبطلت اتناول وبطلت كذا كذا. لا، امسك في ربنا، قول له يا رب، قول له يا رب، وشجع نفسك، شجع نفسك. قول له يا رب انت معين من ليس له معين رجاء من ليس له تأكد ان عين ربنا عليك وبترعاك، وربنا سندك. ربنا عشان كده ما تنزعجش. واقوى حاجة تلجأ ليها المسبح، الصلاة، الصوم. خليك واثق في معونة ربنا. تأكد إن الله
إن يد الله بتسند ولاده. طالما أنت بتقول له يا رب أنا غلطان وأنا وحش وأنا خاطئ وأنا عايز معونتك يا رب، ربنا هيديك النعمة، لأن ربنا يقول قوتي في الضعف تكمل. كن أمينا في عملك، العمل اللي أنت بتعمله كن أمين فيه، كن أمينا في خدمتك، وتأكد إن ربنا هينجحك. عجبني يوسف الصديق. إخواته يرموا في البير مفيش مشكلة، يحسد ياخدوا منه القميص الملاء بتاعه مش مشكلة، يتباع مش شايل هم، كله ده ولم يتذمر على ربنا وما قالش ربنا ليه. يروح بيت فطفار ويشتغل يبقى إنسان أمين في في شغله، وبسبب أمانته وبسبب عفته وبسبب طهارته يترمي فين؟ في السجن. وفي السجن برضه تظل أمانته لمين؟ لربنا. ربنا يخليه الرجل التاني في في مصر، ربنا يخليه سبب بركة للعالم كله، ربنا يخليه أنجح وزير تموين في العالم كله في عصره. عشان كده خليك أمين، وتأكد حتى لو في ناس مش أمناء الله سيظل أمينا معنا. زربابل ده اللي أعاد الشعب من السبي يشير للمسيح له المجد. يعني شخصية زربابل دي تشير إلى المسيح. زربابل ده رجع الناس من قاد الشعب اليهودي من السبي، والمسيح حررنا من سبي الخطية. زربابل أسس الهيكل الجديد بعد السبي، والسيد المسيح أسس هيكل كنيسة العهد الجديد. بس أسسها بقى؟ بذبيحة دمه على الصليب، بالرغم من مقاومة الأعداء. زي ما كان في مقاومات لبناء الهيكل والسور، كان في مقاومات للصليب والصلب. عشان كده ربنا انتهر بطرس وقال له اذهب عني يا شيطان. زربابل من سبط يهوذا، وكذلك المسيح له المجد من سبط يهوذا. احنا وصلنا الى الرسالة اللي اتبعت للتلاميذ للملك داريوس. بنعمة ربنا الاسبوع الجاي نشوف داريوس رد عليهم كان رده في الرسالة. ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.